السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. فاجأ المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي الجميع بعدما أعاد فتح ملف نجم نادي الرجاء السابق ولاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي، حيث تسببت الإصابة التي تعرض لها زكريا أبو خلال وقبله سفيان بوفال وغياب التنافسية عند العائد من الإصابة أنس زروري، حيث زعزعت أركان المنتخب الوطني المغربي وجعلت الإطار الوطني وليد الركراكي يبحث عن بدائل جديدة أبرزها سفيان رحيمي. وحسب المعطيات الحالية فإن مشاركة أبو خلال في كأس إفريقيا تبقى مستبعدة بنسبة كبيرة حسب تقارير صحيفة فرنسية بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الدوري الأوروبي يوروبا ليج. ويقدم رحيمي مستويات متميزة مع العين الإماراتي، لكن لم تشفع له بالتواجد في المنتخب المغربي بسبب وجود منافسين له من مستوى عالي. وفي تصريح سابق أدلى به وليد الركراكي عن سفيان، قال رحيمي لاعب رائع ويعجبني، لكن بكل صراحة بسبب استبعاده راجع لاختياراتي. وأضاف: لدينا عدة لاعبين في نفس مركز رحيمي على غرار بوفال وزروري وأبو خلال وزياش والإدريسي. وختم حديثه: لكن كما أقول دائما فأبواب المنتخب الوطني مفتوحة أمام جميع اللاعبين، حيث يبقى ابن الرجاء من بين أبرز المرشحين لتعويض غياب هداف تولوز الفرنسي زكريا بوخلال.